لقد آن أوان كتابة التاريخ بأياديكم السمراء وبقلوبكم العامرة بالوطنية، وبفخر يعتز بكم حاضركم ومستقبلكم. إن استفدتم من دروس الماضي وهذا الدرس القاسي وقمتم بتغيير ما بأنفسكم ليغير الله ما بكم، آن الأوان لتجعلوا للتاريخ معنى، أن تنتهجوا نهجا مغايرا لإرساء قواعد الديمقراطية المجتمعية بصوتكم الحقيقي، وليس الصوت الزائف الذي يتم شراءه وبيعه. وأن تستعينوا بالمستشاريات من كفاءاتكم كما طرح عزيز السودان. صوتكم الآن غائب ومغيب، وإرادتكم بيد فرد أو جماعة. لا تجعلوها تكسركم وتبيعكم، فقد تعودوا وامتهنوا خلال فترة المشروع التدميري وما بعده أن يتاجروا باسمكم ويسهموا في نهب الثروات وإفقاركم، والآن بدمائكم وأرواحكم وتشريدكم. هذا النصر الذي حققتموه بخطوة الشعب المسلح، وهذا الصمود وهذه الملاحم البطولية هي زادكم في التغيير. الشعب المسلح يمتلك إرادته بعقيدة وطنية وحوار مجتمعي عبر أحيائكم وعيونكم الساهرة لتطهير مجتمعاتكم. لا تتركوه يتم استغلاله وتجييره لأي جهة وتحت أي مسمى. حافظوا على ثرواتكم من الأطماع التي تتربص بكم بيغظة ووطنية ومحبة لهذا التراث. باشروا بتشكيل برلمانات الأحياء، واصدحوا برأيكم عاليا حتى لا يتجاوزكم أحد مهما على شأنه. السيادة للشعب، وسيادة الشعب لا تتجزأ، والسلطة للشعب ولا سلطة لغيره. أي جهة تحاول أن تجير انتصاراتكم لصالحها، ثقوا تماما أنها ستطيل من أمد الصراع على السلطة. نصر من الله على أيديكم، ووعي متنامي عبر الحوار المجتمعي لتقدموا نموذجا يحتذى لشعوب الأرض. وأبقوا حزمة كفانا المهازل، أبقوا دركة الوطن العزيز.